السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله. غنوجدوا الحلوه ديال البليغات من المعسلات الرمضانيه التقليديه، وطبعا مقادير اللي هما بساط وحتى الطريقه سهله جدا، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وغنجيو المقادير كما كتشوفوا. عندي هنا نص كاس ديال الزلجلان مطحون كما كتشوفوا، ماشي مطحون بزاف. وعندي هنا معلقه مخلطه حبه حلاوه والنافع مطحونين ومغربلين، 2 معالق ديال ماء الورد او ماء زهر، ومعلقه ونص كبار ديال الخل، ونص كاس ديال الزبده مذوبه طبعا وكنغليوها مزيان حتى يحيد منها الماء. وعندي نص كاس هنا ديال الزلجلان حبوب، وغنعبروا 3 الكيسان ديال الدقيق بهذا الكاس، نفس الكاس اللي غنعبروا به الزلجلان والزبده، وحبه ديال الخميره، واحد القبيصه ديال الملحه. وطبعا غنحتاجوا الزيت القلي والعسل اللي موجدينه في البيت ان شاء الله غنشاركو معكم. وغنحتاجوا الماء بارد دافي او بارد، المهم العجينه ما تحتاجش من الماء سخون. غنجيو للطريقه كما كتشوفوا، غنعبر معكم طحين. الزلجلان، ماء الزهر والخل، الزبده، قبيصه د الملحه. نسيت ما شاركتش معكم في المقادير اللوز اللي خويت عليه الماء مغلي. طبعا غنسبقوا العجينه باش نقشروا اللوز ونحطوه يتقلى نص قليه باش غنزينوا الحلوه ديال البليغات ديالنا. طبعا ما كتحتاجش منا الدليك بزاف، لان كنجمعوا العجينه كنخليوها شويه قابطه في راسها، ما تجيش كتلصق، تجي قاصحه شويه. واللي مبغاش يدير النافع وحبه حلاوه ما يديرهمش، يعني يخدم عيب الزلجلان. انا كنبغيها من السما. كنجيو حتى نجمعوا العجينه ديالنا كما كتشوفوا. العجينه ديالنا من بعد ما جمعناها طبعا كندلكوا هاد الكا خفيفه، كما كتشوفوا. غنحطوها ترتاح في هاد البلاستيكه على ما وجدنا اللوز ديالنا، قشرناه وحطيناه يتخمر واحد شويه. نرجعوا للطريقه،
كما كتشوفوا اللوز ديالنا قشرناه طبعا وكنشفوه من الماء كما كتشوفوا، وتيبقى الاختيار ديالكم. تقدروا تقليوه في الزيت نص قليه، تقدروا ديروا ليه نقيطه الزيت وتدخلوه للفران يتحمر شويه ماشي بزاف لان مازال غيتقلى في الزيت مع الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا من بعد ما طرخات لينا العجينه نبسطوها بالثلاج. كل ما رققنا هاد الحلوه كتجي غزاله. نستمروا بهذه الطريقه حتى نبسطوا العجينه ديالنا مزيان. نقدروا نقسموها على جوج، انا هنا خديت العجينه كلها اللي صايبت. الا ركزتوا معايا راه ما كتلصقش وما كتقطعش لينا في نفس الوقت، العجينه متماسكه. كما كتشوفوا من بعد ما بسطنا العجينه ديالنا بهذا الشكل، انا كنقطعها بهذه القطاعه هذه مربعه، ممكن تقطعوها بالجراره. يعني دائما ناخذ اسهل حاجه اللي غتساعدنا في الخدمه، يعني دائما ناخذ اسهل حاجه اللي غتساعدنا في الخدمه. كما غتشوفوا غناخذ العجينه ديالنا على هذا الشكل، وحبه اللوز كما كتشوفوا هنا حطيتو غير خدا شويه د اللون. طريقه نحاولوا نضغطوا مزيان على هاد اللوزه ديالنا باش ما تحلش، ونستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا العجينه ديالنا كامله. ونخليوها حتى تنشف ونحطوا الزيت ديالنا يغلى. من بعد ما نكملوا العجينه الزيت ديالنا يغلى مزيان للقلي. كما كتشوفوا من بعد ما شكلنا الحلوه ديالنا على هذه الطريقه وخليناها حتى نشفات، كنجيو للقليان. بسم الله. طبعا الزيت من بعد ما حطيناه سخن مزيان، وحنا كنحطوا الحلوه ديالنا كنعاودوا نضغطوا على هاد اللوزه باش ما تحلش لينا. وجدنا العسل كما كتشوفوا.
كنحاولوا نحركوها شويه باش تحمر لينا كلها في وقت واحد. كما كتشوفوا الحلوه ديالنا بدا اللون ديالها كيتذهب على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا اللوين ديالها، ومن بعد غنطفوها في العسل. غنستمروا بنفس الطريقه. كما كتشوفوا من بعد ما جبدناهم من الزيت وطفيناهم في العسل، خليناهم واحد شويه باش يشربوا لينا العسل كما كتشوفوا. كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا ديال البليغات، كتجي على هذا الشكل معسله وهشيشه طبعا بالاقامه اللي درنا فيها، رائحه ومذاق وشهيه طيبه وبصحه والراحه، وتنتمنى تنال الاعجاب ديالكم.